أدعو زميلي النائب عزيز عبد القادر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السيد رئيس الجلسة المحترم، السادة الوزراء الأفاضل، زملاء النواب، رئيس اللجنة، الإطارات الوزارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الوزير، والله صراحة يعني كل الطاقم الحكومي الشعر تاعنا شاب طيلة هذه 4 سنوات، 4 سنين وإحنا غير نطالبوا بالكثير من المواضيع. والله لا شعرنا شاب وإحنا صغار. احنا ماناش نجو فقط موسميين، فقط نديروا كي تقرب حمله الانتخابيه ولا نجو نستعرضوا العضلات وكذا. احنا رانا 4 سنين نطالبوا. احنا الوحيد الذي يشكر في ولايه السمسيت، الوحيد الذي نشكره ونتكلم لك نيابه عن كل سكان ولايه السمسيت، هو السيد رئيس الجمهوريه، لانه الوحيد اللي تفكرنا هو رئيس الجمهوريه بالبرنامج التكميلي. لولا هذا البرنامج التكميلي ما نكذبش عليك السيد الوزير، العهده هذه كنا نخرجوا صفر. انا نتاسف كثيرا لما نشوف المشاريع الممنوحه في اطار قانون الماليه، نشوفوا في ولايه السمسيت الحمد لله نشكر الدوله تاعنا، على كل حال نشكر الدوله تاعنا، لكن المشاريع اللي عطيتوها لنا لا ترقى الى الاهتمام الذي اعطاه الرئيس الجمهوريه لولايه السمسيت. عطيتوا لنا اقسام هنايا، مدرسات، زوج، بارك الله فيكم، لكن هل تعتقد السيد الوزير ان هذا الشيء صح هو يلبي الرؤيه تاع السيد رئيس الجمهوريه يعطي اهتمام لهذه الولايه المجاهده؟ للاسف لا. انا كنت نتمنى السيد الوزير في هذا القانون اننا نشوفوكم عطيتوا لنا الطريق المزدوج تاع ولايه السمسيلت، الارجام، الازهريه، شلف. للاسف الشديد ما عطيتوهناش، الدراسه نديرت ما عطيتوهناش. انا كنت نتمنى السيد الوزير انكم تعطونا مشروع مستشفى 120 سرير تاع ثنيه الحد، الدراسه نديرت لكن للاسف الشديد ما عطيتوهناش. انا كنت متمنى السيد الوزير انكم تعطونا اعاده التاهيل تاع مستشفى برج بنعامه، للاسف الشديد ما عطيتوهناش. السيد الوزير، البطاله في ولايه السمسيلت تنخر الشباب تاعنا. انا كشاب نائب برلماني شاب اقسم لك بالله العلي العظيم غير الدمعه تطيح لي لما يجوا اقراني الشباب، وكان احيانا يكونوا كبار مني يجوا لي يقول لي النائب خاصني خدمه، والله غير الدمعه تطيح لي كي نشوف شاب كبير عليا يجي يقول لي هذا الامر. البطاله في ولايه السمسيلت النسبه تاعها ترتفع عن نسبه البطاله وطنيا، هذه معلومه ممكن الكثير لا يعلمها. السيد وزير الصناعه الصيدلانيه، في اطار البرنامج التكميلي تواصلت معي مديره في مديره مركزيه، قالت لي ودي شي خاصكم في ولايه السمسيت. قلت ابعثوا لنا مصنع زوج تاع الصناعه الصيدلانيه، ابعثوا لنا مصنع زوج على الاقل يكون فيه 500 خدام ولا 600 خدام، على الاقل 500 عائله تستقوت من هذا الشيء، بزاف علينا. قالت لي ان شاء الله لحد الان مازال ما شفنا والو. كذلك هذا ندائي كذلك للسيد وزير الصناعه، ابعثوا لنا مصنع ولا زوج، اعطونا مصنع تاع عجلات، مصنع تاع سيارات، اعطونا عفسه نسكتوا بها الشباب تاعنا. المؤسسه الوحيده اللي راهي تخدم في الشباب تاعنا هي المؤسسه العسكريه. نشكر المؤسسه العسكريه من هذا المنبر. الشباب تاعنا كاع راه يروح يكاجي، ما عندناش واش نخدموا في ولايه السمسيل، ما كان لا مصانع والو، عندنا مصنع واحد فقط، مصنع الانسجه والافرشه. للاسف الشديد حتى هذا المصنع ديغرادا وتقريبا نقول راه شبه مغلق. السيد الوزير شوفوا لنا هذه النقطه. كذلك السيد الوزير، الاقتطاع في ولايه السمسيل، البرنامج كم عطيتوا لنا اقتطاع، لكن هذا الاقتطاع لا يلبي ولم يحقق شيء. 70% من اراضي ولايه السمسيل عباره عن اراضي جبليه، الباقيه 30% نصفها اراضي غابيه. وين نبنوا حنايا؟ كاين بلديات مش قادرين نبنوا فيها حتى قسم الذري والشقره مش قادرين نبنوا فيها. بلديه الارجام سكاني ما عندناش وين نبنوا سكاني، الناس راهي تهجر. بلديه سيدي عابد ما عندناش وين نبنوا ثانويه. الازهريه الناس تهجر منها. سيدي سليمان، الاربعاء، الملعب، بني الحسن، سيدي بوتشنت، عماري، بوقايد، برج الامير عبد القادر، تم اللاحد. هذه البلديات بعد عامين او بعد 3 سنوات او بعد 4 سنوات، انا من هذا المنبر ندق نقص الخطر. بعد 4 سنوات هذه البلديات راح تلقاوها صحراء. للاسف الشديد ما كاش الناس مش تبني. بلديه الارجام الناس راهي تهجر منها، الناس تبلع في حوانيتها، قال لك صاي ما عندناش وين نروحوا. الناس راهم يديروا في اديال في عاصمه الولايه، الناس راهي تشري في بلديات واحده اخرين، هذو البلديات راح يغلقوا. كذلك السيد الوزير، المشكل تاع الماء الشاروب، على بالك انا الاسبوع الماضي هبطت لولايه السمسيل، هبطت نطلع على الشوابين، اقسم لك بالله غير لقيتهم قاعدين 15 يوم بلا ما مازال ما جاش. والله غير عيطت للسيتنا تاع الماء، شحال خلصتها 3000 دينار، 300000. الزوالي منين يخلص الماء؟ منين يخلص الماء؟ 15 يوم ما يشربوش الماء. البلديات راهي بال20 يوم ما يشربوش الماء. شوفوا فينا سبحان الله. انا كنت متمني في قانون الماليه هذا على الاقل نصيب باللي راكم عطيتوا لنا مشروع تاع ربط ولايه السمسيل بمياه المصفات البحر، هي اسمها بقريبه لينا تنس، تقدروا تعطونا بروش على تنس، تقدروا تعطونا بروش على غليزان مستغانم. هذا على الاقل كنا متمني هذا المشروع يكون عطيتونا هذا المشروع، والله ما ندير مداخله كاع، عطيتونا غير المشروع تاع المياه ما نسحقوا والو، ما نديروش كاع مداخله. كذلك السكنه الريفيه، السيد وزير السكن انا كنت متمني يكون معنا هنا، نتمنى ان شاء الله يلحقوا هذه الرساله تاعي.
رئيس الجمهورية أعطانا 15,000 سكن ريفي، لأن الولاية تاعنا ولاية غابية، ولاية ريفية. حنايا بعض الولايات داخلين في مناطق الهضاب العليا كان خاصنا رخصة استثنائية باش يديروا المجمعات الريفية. للأسف الشديد أنا الشيء اللي صدمني من وزير السكن أن نحول 14,000 سكنة. رئيس الجمهورية يعطينا 15,000 سكنة، تدي انت منها 14,000 سكنة. احنا كنا متمنين تعطينا رخصة مش تحولنا 14,000 سكنة وتخلينا 1000 سكنة. 1000 سكنة راحت، والمجمعات السكنية الناس راهم كل يوم مهبلين في التليفون ومهبلين في الفيسبوك. لهذا نداء إلى وزير السكن، أعطينا رخصة استثنائية ورجعنا 14,000 سكنة اللي أعطاها لنا السيد رئيس الجمهورية. كذلك ثنية الحد ولاية منتدبة، هذا الأمر رانا نادينا عليه ونادينا عليه ونادينا عليه. نتمنى إن شاء الله في هذا التغيير المقبل إن شاء الله، أو التقسيم الإداري المقبل، أن يعطونا ولاية منتدبة في ثنية الحد، لأنه ولاية عريقة من أقدم بلديات على مستوى الوطن. كذلك السيد الوزير الحظيرة تاع المدات، حظيرة المدات هذه كذلك السيد الوزير تحتاج إلى عناية، لأنه راهم يجوها السكان يجوها السياح من داخل الوطن. نتمنى كذلك تعطوا لها عناية. كذلك وتشوف الطاقم الإداري، لأنه ما عندهم مشاكل بيناتهم. إن شاء الله تشوفونا في هذا الأمر، وبارك الله فيكم.